صباحكم برباحكم، أمنية نعجة في مرحكم. أهلا البنات. طليت عليكم فيديو خفيف ظريف كالعادة. راح نتقاسم معكم وصفة وش نقول لكم سهلة مهلة وبنينة في نفس الوقت. أبقوا معايا للأخير، ما تنساوش دعمي باللايك والاشتراك والبارتاج حتى تعمل فائدة ويشوفوه الناس الكل. نبدأ بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله كالعادة. نبدأ اليوم راح ندير معكم بقلاوة مالحة، وصفة مملحة تخبيوها في عينيكم، تلقاوها في رمضان ولا في مناسباتكم أفراحكم عرضاتكم. نبدأ. أول حاجة بديت بها هي قطعت كمية من المعدنوس. نجمو نديرو المعدنوس ولا الدبشة، يعني وش متوفر عندكم. أنا دائما نستعمل المكونات اللي عندي في البيت. نقطع المعدنوس تاعي رقيق خلاص، نص حبة بصلة، سنينة ثوم، والمكون الرئيسي هو نصف صدر دجاج. جيبي ب20,000 نصف صدر دجاج، وصفة اقتصادية يعني ب20,000 ديري مملحات هايلين للأطفال ولا للضياف. تحمر لكم وجهكم هذه الوصفة أكيد. كما كنت تشاهدون نقطع كامل المكونات اللي عندي، نوجدها ومن بعد نروح وما بعدنا للتقرية. ابقاو كما قلت لكم، ما تبعدوش، فيديو مش طويل ومفيد في نفس الوقت. كما قلت لكم هذه الوصفة خبيوها في عينيكم من رمضان ان شاء الله اذا بقينا من الحيين. نجموا تعوضوا بها البوراك. كنت درت معكم بزاف بقلاوة حلوة، اليوم درت معكم بقلاوة تركية مالحة. سميوها بقلاوة تركية، سميوها بوراك، سميوها مملحات، كما حبيتوا. تتعدد الأسماء والوصفة واحدة. هنا قليت الثوم تاعي جيدا باش يسيب هذيك البنة تاعو مع البصل. ما نخليوش، نحاول ما نوقفوا عليه، ما نخليوش الثوم تاعنا يتحرق باش ما يطلقش هذيك الطعمه المره. ونقلي الدجاج معاه في نفس الوقت كما راكم تشاهدوا بطريقه سهله بسيطه. نقصلو النار ونخليه يطيب. فذاك الوقت انا رحت ما كنتش راح ندير الفلفل صراحه، لكن ما نستغناش على هذا قرن الحار انا، لانه هذا الحر صدقوني يعطيها بنه هايله وذوق مختلف تماما. كما ديروش الحار تجي ذوق، وكي ديروا قرن الحار هذا تجي يبدل لها الطعم. انا درت معكم بزاف وصفات تاع بوراك بالبيشاميل، نفس الطريقه نفس المكونات، لكن فقط الاضافه هي البيشاميل والفرامج. ودرت بوراك. ارجعوا للفيديوهات السابقه البنات الجدد اللي معايا، القناه راهي غنيه بالوصفات كما نقول لكم. ضفت هنايا الفلفل تاعي وجيت للتوابل. درت شويه فلفل الكحل وشويه توابل الشاورما ولا توابل الدجاج وش عندكم من التوابل. هنا تبقى كل سيده والخلطه تاعها اكيد واللمسه نتاعها. انا هنا كان الملح ما عنديش خلاص لي، جبت كان عندي مكعب تاع جنبو عوضت به الملح وقليل من الملح وشويه كركم للون باش نعطيها هذاك اللون الباهي. ونخليها تطيب غير في هذاك الماء تاعها. كما شفتوا ما مرقت ما والو، يعني الدجاج ما فيهش الروح كما نعرفوا بالخف يطيب. نقصت له خليته يطيب غير في هذاك الماء اللي سيبه هو والبصل. وشوفوا النتيجه في الاخير، واش نقول لكم، نتيجه هايله. وانا قطعت دجاج عمدا كبير لاني من بعد راح نرحيه في الاشوار كما راكم تلاحظوا رحيته. ضفت له 3 مكعبات تاع الفرماج وفي الاخير المعدنوس وبردته كما هكا في الصحن باش ما يقطعليش لاباط فيلو تاعي. وجبت لاباط فيلو كما راكم تشاهدوا، حطيتها ضربت شويه زبده. صراحه انا هنا يعني في الويكاند روحت غلبانه، كنت عارفوا خممت واش ندير العشاء ونصور لكم. قلت ما تسلكني غير هذه الوصفه لانه كانت عندي الشوربه من النهار، تنجموا ترافقوها مع الشوربه ولا مع لاسوب، هنا اختياري وش عندكم. انا كانت عندي الشوربه من النهار بروفيتيت، قلت ندير هذه الوصفه ونصور لحبيباتي لاني ما صورتهاش معكم من قبل. دائما نصور لكم غير البوراك
بدلنا لما لا. ان شاء الله تستفادوا من هذه الوصفه وتعجبكم. درتها بالطريقه كيما ندير لاباطافيلو للبقلاوه، نفس الطريقه نفس البلاطو نفس كل شيء، غير برك الحشو مالح. والحشو هنا حبيباتي تنجموا تغيروا فيه كيما تحبوا، ديروا دان اشي فياند اشي حسب مقدوركم وحسب واش متوفر عندكم. انا اليوم درتها بطريقه اقتصاديه وواش عندي في البيت كيما قلت لكم، غير 20,000 اسكالوب وانتي فريتيها وفرحتي روحك في نهايه الاسبوع وفرحتي ولادك. هذا مكان، هذه الطريقه تاعي اللي عملت بها الوصفه نهار اليوم. قطعتها. هذوك الحوايج ما عجبونيش لانه لاباط تاع اليوم شويه ناقصه، عيانه غبنتني صراحه في الخدمه، مرفا نلقاها مليحه الاميره هذه. نحيت هذوك الحوايج لانهم ما عجبونيش وقطعتها هكا. خرجت لي كميه واش نقول لكم، يعني كيما قلت لكم تصلح لمناسباتكم للضياف، خير من البوراك. رافقوها مع شوربه فريك ولا لا سوب ولا الحريره، تصلح في رمضان ثاني كما قلت لكم في اول الفيديو. واللي وصلت هنا تحط لنا لايك، واش تستنى على بالي تنساو تحطوا لايك حبيباتي. ان شاء الله نزيدوا نصور لكم وصفات اخرين، نخليوا لي في التعليقات واش هما الوصفات اللي تحبوهم، واش عجبكم واش ما عجبكمش. هنا كان التقديم تاعي في الاخير، زينتهم بشويه دبشه كما راكم تشاهدوا مع الشوربه. وهنا نحل لكم حبه تشوفوا كيفاه جات اللون تاعها والقرمشه من برا، واش نقول لكم ما شاء الله، ومن داخل يجيو طريين. هذا اللي سالي وقت تسمعوا صوت القرمشه. بقاو على خير، الى فيديو.